ابراهيم نور الدين الحكم المثير للجدل في كل مباراة بيحكمها. كان امبارح بيحكم مباراة الزمالك وسموحة اللي مصر كلها شافتها، وطبعا شافت الكوارث والفضيحة التحكيمية منه. ولكن زي ما انت داخل عشان الفيديو عايز تعرف ايه اللي حصل مع ابراهيم نور الدين، هقول لك يا سيدي. تم ايقاف ابراهيم نور الدين لاجل غير مسمى. حلو الكلام. طب ده خبر كويس. طب اللي يزعل، عارف هو اتوقف ليه؟ لا مش عشان الاخطاء التحكيميه، لا مش عشان ان كان في ضربه جزاء لسموحه وضربه جزاء للزمالك اساسا غير صحيحه، لا مش عشان كل ده. ابراهيم نور الدين اتوقف عشان هو طلع ادلى بتصريحات في احدى المحطات الرياضيه بس، فبالتالي هو اخترق البروتوكول، فبالتالي احنا عشان كده وقفناه. والاخطاء وارده من التحكيم المصري المبجل المعظم، والاخطاء وارده ومش عارف ايه والكلام الطيب الجميل ده. انا ما عنديش مشكله ان الاخطاء تكون موجوده، ما عنديش مشكله خالص، بس اللي حصل امبارح ده فضيحه. طب بص، انا راضي ذمتك. طب انا هحط لك صوره دلوقتي وانا راضي ذمتك. ايه ده؟ قول لي انت كده ايه ده؟ واضحه وضوح الشمس. بس هي الفكره بس انها ابيض واسود، فانت بقى انت ونظرك بقى، يعني لو نظرك على قدك كده زي حالاتي فالله المستعان. طيب نسيب اللقطه دي ونروح للقطه الثانيه اللي هي المفروض انها اتحسبت على سموحه، وكانت ضربه جزاء لنادي الزمالك، والحكم ادعى انها جت في ايده. واضحه وضوح الشمس. هو انا عايز اعرف بس، هو الفار ده موجود ليه في مصر؟ يعني ايه لازمه الفار ان هو يكون موجود؟ الفار موجود عشان نطبق العدل، وعشان كل الفرق تتساوى في العدل. الفار ده موجود عندنا، موجود في كاس العالم، موجود في كاس العالم للانديه، شفناه في دوريات اوروبا. هو ده جبناه عندنا اهو عشان نبقى ناس متقدمين ونبقى ناس كويسين. لكن العيب في ايه؟ العيب عندك، العيب في الحكام اللي عندك. الراجل كلاتنبرج ده لما جه عمل ايه؟ فضح الحكام بتوعنا. فلحد امتى هنفضل في التحكيم المزري ده؟ خلي بالك انا مش بتكلم على نادي الزمالك، مش بتكلم ان انا بدافع كده عن حقوق سموحه وبس، وان انا عشان اهلاوي فانا هبقى ضد الزمالك. لا، الزمالك قدم مباراه من اجمل المباريات الفنيه، ولكن اتظلمت المباراه دي في كميه الاثاره التحكيميه اللي حصلت عليه. لان المباراه دي اللي يشوفها ويتابعها هيلاقي ان نادي الزمالك فعلا عامل مباراه ما شفناهاش بقالنا كتير لنادي الزمالك. هو ده نادي الزمالك اللي جماهيره مستنياه، هو ده نادي الزمالك اللي محير جماهيره معاه. بقالهم فتره خسرانين ونتائج مش كويسه وتقلبات، فيريرا مشى فيريرا رجع، اسامه نبيه مش عارف ايه، كل الكلام ده واثر طبعا على الفرقه، وامام عاشور يسافر ويمشي. وادي الفرقه النهارده بتظهر، وسيف فاروق جعفر لعيب هايل، لعيب هيبقى هيشيل اسم نادي الزمالك لسنين كتير قدام لو اتحافظ عليه. انا شايف ان المباراه دي كانت من امتع المباريات لنادي الزمالك اللي لعبها بقاله فتره طويله جدا، ما لعبش مباراه بالجمال والحلاوه دي. وان كمان شيكابالا الفتى المدلل لنادي الزمالك والحريف الكبير يحرز الهدف الاول، وكمان يعمل اسيست لزيزو، وكمان زيزو يسجل الهدف الثاني. يبقى كده زيزو مسجل هدفين وشيكابالا جايب هدف، ومباراه ولا اروع ولا احلى ولا اجمل، وتنتهي اللقاء ب 3-1، ونادي الزمالك يوصل للنقطه 32 ويبقى الرابع في ترتيب جدول الدوري لحد دلوقتي. والكلام ده كله بخصوص نادي الزمالك. اخر بس خبر معايا نادي الزمالك بالنسبه لمحمود علاء، والكلام اللي طلع ان الراجل الحاج محمد مصلحي رئيس النادي الاتحاد مش راضي يرجع محمود علاء. هو مش راضي يرجع محمود علاء عشان اساسا مفيش بند او مفيش حاجه تنص ان محمود علاء يرجع لنادي الزمالك الا اما فتره الاعاره بتاعته تخلص. وكمان الراجل لما طلع واتكلم امبارح مع ابراهيم فايق قال ان هو لو كان اساسا رجعه لنادي الزمالك كانت وقف من القيد زي ما موقوف اللعيبه اللي لحد دلوقتي لسه مش عارفين مصيرهم ايه، ومستنيين حكم لهم كمان اسبوع من المحكمه. ده بالنسبه لاخبار نادي الزمالك. بالنسبه بقى للنادي الاهلي، النادي الاهلي الراجل كولر قعد في جلسه مع القندوسي عشان يديله بعض المهام لما عرف من جاهزيته البدنيه وانه ممكن يستعين بيه في بعض الدقائق في المباراة الجاية للنادي الأهلي. وكان في جلسة مخصصة لمارسيل كولر مع القندوسي عشان يشرح للقندوسي هو هيعمل ايه في خلال الفترة الجاية ان شاء الله. طيب برونو سافيو هيشارك ولا مش هيشارك؟ برونو سافيو الراجل ما بيحبوش وهيمشيه،
برونو سافيو الراجل موجود ومشارك في التدريبات، والراجل ان شاء الله هيديله فرصة في المباريات الجاية. وعلى يعني الراجل خلاص يعني محطوط في الذاكرة ان هو هينزل وهيلعب، وكمان شادي حسين هيستعين بيه. الراجل ما عندوش واحد قاعد احتياطي وما عندوش واحد اساسي، الراجل دايما بيعمل عملية تدوير، دايما بيعمل عملية روتيشن لكل اللعيبة عشان كل واحد يطلع احسن ما عنده، عشان كل واحد. مفيش حاجة اسمها ان انت ضامن مكانك في النادي الاهلي. طبعا اتكلمنا وقلنا ان احنا زعلانين من اللي حصل في كأس العالم للأندية، ولكن على قد ما له سلبيات فهو بالتأكيد له ايجابيات، واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. انا بس عايز اقول لك على حاجة. الراجل مارسيل كولر طلباته كانت ايه؟ مهاجم. وفاكر لما قال ان ارضية التتش وحشة؟ ارضية التتش دلوقتي بتتغير، او ارضيه التتش دلوقتي بيحصل فيها اصلاحات لحد بس نهايه الموسم، والتتش كله هيتم اغلاقه وكل التدريبات هتنقل لاستاد القاهره، بل ان كل اساسا المباريات برضه هتروح لاستاد القاهره عشان الراجل برضه مش عاجبه استاد السلام. نعمل للراجل اللي هو عايزه. والكلام على روايه ناس كتير بيأكدوا ان المهاجم الخطير موليكا جاي النادي الاهلي خلاص. يعني موليكا اللي احنا قلنا خلاص بشكتاش قفل الموضوع وقفلنا ومش عارف ايه، موليكا على رادار النادي الاهلي. موليكا النادي الاهلي عايزه، وبالذات مارسيل كولر عايزه، ومارسيل كولر عايز الجودة دي وعايز الكفاءة دي ومش عايز حاجة اقل منها. طيب هل في اتفاق؟ وصل كلام تاني او عاشر زي ما انت تحب تقول قول، لان بصراحة احنا زهقنا كلام في موليكا. ولكن الكلام اللي انا توصلت له وان شاء الله بنسبة 90% صحيح، ان بالفعل في تواصل رسمي مع موليكا وتقدم له 4 مليون دولار، واللعيب موافق وهيكون موجود في النادي الاهلي، وبيقولوا ان الصفقة بتاعته اتحسمت خلاص. فبالنسبة لموليكا برضو الايام هتثبت لنا يعني، واحنا ماشيين كده هنعرف الدنيا فيها ايه. بس ناس كتير ومصادر ثقة كتير بيأكدوا ان موليكا خلاص هيمضي مع النادي الاهلي في نهاية الموسم ب4 مليون دولار. وخلي بالك اللي كمان ممكن يشجع الصفقة دي ان هم محتاجين منك ديانج، فهم ممكن ياخدوا ديانج ويبقى فيه فلوس او في حاجة او هتبقى متساوية في الفلوس، لسه مش عارف. ده اللي هنوصل له وده اللي هنتعرف له في الايام اللي جاية لما نشوف مع بعض التصريحات اللي هتبقى موجودة. خلي بالك ان انت كمان داخل عليك او خلاص تم الاعلان عن السوبر الافريقي. السوبر الافريقي اللي هيضم 8 فرق بس، منهم الاهلي والترجي الوداد وفيهم معاهم ميلودي سان داونز، وكمان وفي شويه انديه كمان غير دول، ولكن طبعا الزمالك مش هيبقى موجود فيها لان ده مش ده حسب اخر تصنيف، فدول اللي كانوا موجودين في اخر تصنيف. فالفكره بقى هنا الجوائز هتكون كام؟ الجوائز هتصل ل 100 مليون دولار. ايوه زي ما سمعت كده، الجوائز طبعا على البطوله كلها هتوصل ل 100 مليون دولار. طب اللي هيكسب البطوله دي اللي هيكسبها هياخد 12 مليون دولار. طبعا احنا لسه خزينه النادي الاهلي منتعشه المفروض بحوالي 110 مليون بسبب ال 2 مليون دولار اللي خدناهم كمركز رابع بالنسبه لكاس العالم للانديه. وجاي لك هيبقى في شهر 8 السوبر الافريقي ده، وهيكون بعباره عن مجموعتين وعباره عن 8 فرق بس. فلو الاهلي دي فرصه كويسه جدا للنادي الاهلي، لو الاهلي قدر ان هو ياخد البطوله دي فهينعش الخزينه ب 12 مليون دولار، وانت في احتياج دايما للعمله الصعبه، فيبقى فيها كلام كتير جدا يعني. وبالنسبه برضو للخبر الاخير اللي معايا، ان كأس العالم للأندية السنة الجاية عربي خالص بإذن الله، هيكون في زي ما كان السنة دي في المغرب، فإن شاء الله هو هيكون في المملكة العربية السعودية السنة الجاية بإذن الله. ودي كانت كل أخباري يا صديقي. وما تنساش أنا لازم أشكر كل واحد فيكم على دعمكم ليا، عشان أنا بسببكم موجود لحد دلوقتي ومكمل. وما تنساش تدينا اللايك الجميل وتصلي على النبي، واشوفك في حلقة جديدة يا صاحبي، والسلام عليكم.